سلام الحباب. شكون اللي ما يحبش فينا لي كراتا؟ انا نموت على لي كراتا، سيرتو هاد الكراتا ضربه كبيره، غير بشويه بطاطا، اون صوص بلون، شويه دجاج برك هكذا مفتت، وانتم درتو عشاكم ولا فطوركم بيان سور، ومام تانيك وبزياده تقدروا ديروه مام في رمضان ان شاء الله راهو على الابواب. وتانيك راح ينسك في لي كراتا راكي ديريهم طول الوقت. يلا نروحوا نشوفوا الوصفه. انا حين نقلو الدجاج تاعنا، واش عندنا دي طرونش تاع بولي بلون، نحطوهم يتقلاو شويه برك، ما تقلوهمش بزاف باسكو الا طاب بزاف ماهوش يجيك مليح في الكراطه. قلوه غير شويه هكذا برك، غير يدخلو هذاك الطياب من تحت، نعاودو ندوروه كيف نديرو له شويه ملح شويه في الكحل ونحطوهم تكوتي، ومن بعدك نستعملوهم مع الاخر. واش درت لهم انايا؟ يعني هاد الدجاج هذا رحيتو في فلاشوار وخليته بجاه. وهاد لاصوص هادية مانيش حين نرموها، حنا مانيش حين نديرو اون صوص بيشاميل، انا حين نديرو اون صوص بلونش، باسكو لاصوص بيشاميل ما يجيش فيها البصل. مي هاد البصل هذا حيمد لك الذوق ولا اروع في الكراتان تاعنا، صدقوني والله البنه ما حاصلاتش. نديرو شويه بون، كي قليتو هكذا درت له شويه ملح، ومن بعد نحيتو من المقله باسكو نحن نخدم بالفويه جوست باش ما نخسرش المقله، بالفويه حتخسر لي مقله جديده. دونك رميت البصل هذاك يعاود يتقلى مليح في هاد الكاسرونه، والكاسرونه هذيك تخدم بالفويه ما يحصلها والو هكذا. واش درنا لها شويه فارينه، ما نديروش بزاف، واحد 150 ولا 200 غرام ميم با هكذاك. حطوا موراها شويه كاس ونص حليب، تخلطوهم مليح بالفويه هكذا، ومن بعد نزيدوا لهم ان كان فراش، نديروا كريمه سائله واحد الكاس هكذاك. الحليب تقدروا ديروا 2 كيسان هنايا، فهمتوا؟ كي درنا له لا كريم فراش زدت له شويه فرماج باش يمد لنا هذاك الكو تاع الفرماج تاع لا صوص بلونش، يعني فري صوص بلونش لازم لها شويه فرماج. ومن بعدك نديروا لهم فلفل كحل. هذه يا لاصوص تاعنا ما حين نزيدوا لها والو، بصح وشنو كاينه حاجه، لاصوص هذه لازم تجيك ايباس شويه ثقيله، لازم تجيك ثقيله ما تجيكش جاريه. وهذا هو المغزى او السر تاع هاد لاصوص اللي حتمد لك بنه في الكراتان تاعنا. هنا غير كي توجد لنا نحطوها كوتي، ومن بعدك نروحوا نديروا نوجدوا البلا تاعنا. هنا عندي 5 حبات بطاطا قطعتهم كاريات شويه صغار. البطاطا تاخذوا راي غلوها شويه برك، ما تغلوهاش بزاف، غلوها شويه باش ما تشد لكمش بزاف طياب في الفرن بيان سور. نحطيت لها لاصوص شويه هكذا من الفوق، زدت لها الدجاج هذاك اللي رحيته اللي قليته ورحيته، ومن بعدك نزيدوا لها اونكور اون صوص بلونش، ومن بعدك نحطوها طيب على 200 درجه لمده ساعه باسكو اني ديجا طايب البطاطا من قبل هكذا، باش يوجد لكم فطوركم ولا عشاكم تمتم هكذا. نحطوها طيب ومن بعدك نخرجوها، نديروا لها شويه فروماج كيما تشوفوني دايره، شويه موزاريلا شويه شيدار. عاود حطيتها طيب وعشاكم راهو واجد. وخوتي واش نقول لكم، البنه ولا اروع، بزاف بنينا هذا الكراتا هكذا. الحباب لحقنا نهايه هذا الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تبارطاجيو الوصفه، وما تنساوش تخبوها في عينيكم، تقدروا ديروه في رمضان ولا في اي وقت. خاوتي ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في صحيحتكم، تلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.